السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بيقول انا حصل لي موقف من كام سنة ولسه متردلي دلوقتي، من وانا شاب، من قبل ما اتجوز. كنت راكب في ميكروباص وست راكبة جنبي وشايلة ابنها بيبي، والواد كان عمال يعيط ومبهدلها، فهي عمالة من كتر الواد عمال يعيط، فوهي قايمة الجيبة بتاعتها اتقطعت، فبقول لي مش عارفه تنزل. راحت راجعه تاني وقاعده على الكرسي، فالراجل لما يقول لها يا ست انزلي يا ست انزلي، مش ده المكان اللي انت عايزاه؟ فهي عماله تقول له اصبر اصبر، فانا شايف الناس كلها ما تتفرج وساكته، فانا قلت اقلع طيب اقلع القميص واديهولها. بس انا كان ايه، فنانتي مش كويسه يعني وكده، مقطوعه وكده، لا انا كنت بهتم ايه بالمظهر الخارجي بس. فبيقول فضلت قاعد، قلت يمكن حد يعمل الحركه دي غيري، محدش عمل حاجه، وهي عايزه تنزل والراجل عمال يزعق. المهم رحت قلنا بتضايقش، رحت قالع القميص، رحت مديهولها يلفوا ايه عن حوالين الجيبه كده عشان ايه تمشي. فالمهم قعدت تعيط طب اديني رقمك عشان اديهولك. قال لها يا ستي خلاص ايه مش مهم، انت زي اختي يعني وكده وايه، وربنا يسترها على وليا. بيقول وكملت بالفنانه المقطوعه لحد ما روحت، وانا بقى صعبان عليا نفسي، وخلاص قلت موقف وعدى وسكتنا على كده. لقيت وعدى يجي 10 سنين بعد الموقف ده، اتجوزت وخلفت وقاعد، وربنا كرمني واشتغلت وجبت عربية، وربنا فتح عليا قوي. وانا نسيت خلاص، الموقف ده عدى وخلاص. لقيت في يوم مراتي داخله عليا بجلابيه رجالي، فبقول لها ايه ده، هو انت عامله لي مفاجاه ولا انت ايه ده، ولا عامله لي مقلب ولا ايه؟ فلقيتها راحت مفتوحه في العياط، في ايه في ايه؟ قالت له ده انا راكبه الميكروباص. قال لها انت بتركبي الميكروباص ده، مش انت كل ما بتيجي من عند امك بتتصلي بيا انا باجي اخدك او بطلب لك اوبر؟ ايه اللي خلاكي تركبي مواصلات انت والبيت وتبهدله؟ قالت له ما انا قلت اعمل لك مفاجاه وكده، وقلت ايه المشكله يعني ماجي، هو انا عيله صغيره ماجي. ركبت وراحت الجيبه بتاعتي اتقطعت من الكرسي، وانا مش عارفه انزل وعماله اعيط، والبت عماله تعيط على عياطي. لقيت راجل كبير راح قلع الجلابيه بتاعته، راح مديهالي. فبيقول هي قاعد كده وانا اتفتحت، فهي بقت تعيط وانا اعيط. وحتى الراجل كانت فنلته مقطوعه وراجل كبير وما اتكسفش حاجه. قلت له طب هات رقم تليفونك عشان اديك جلابيه. قال لي لا يا بنتي ايه، ربنا يسترها على ولايا. بيقول وانا قعدت فتحت في العيد افتكرت الموقف ده على طول، وقعدت اعيط. قالت طب انتي ما خدتيش رقم ولا تعرفي هو فين؟ قالت له لا ده هو مش، قالت عشان نعوضه يعني وكده. قالت له لا هو مشي وقال لي ربنا يسترها على ولايا. قال لها الموقف ده حصل، راح حكي لها بقى ان حصل معايا واتكرر معايا، ولو انا ما كنتش وقفت جنب الست دي ما كانش حد وقف جنبك. نفس الموقف ده حصل واتكرر، وربنا استرها عليك بسبب الموقف اللي انا عملته. فايه كما تدين تدان يعني وكده. فبيقول لا اله الا الله يعني، ربنا رد يعني. انا يعني بيقول انا كنت قاعد مصدوم، عمال اقول يا رب ايه ده، ايه ده يعني، ده بعد 10 سنين يترد لي الموقف وبنفس يعني بنفس حذافيره. يا رب ده انت يعني كبير قوي وكريم قوي. فعلا اللي هو الحديث بتاع لزاد السقة يعني، بجد لا والله يعني. طب ما انت ايوه دي ايه يعني، هو كلام ربنا لا اله الا الله في شك يعني؟ ربنا يسترها علينا وعلى الجميع يا رب. كما تدين تدان، فعلا عملت حلو هيقعد لك، عملت وحش هيقعد لك. وانت الحلو بتاعك قعد لمراتك، طبيعي هيقعد لمراتك، لبنتك، لاختك، لامك. بس يا ريت الناس تفهم كده، ان انت اي حاجه هتعملها هترجع لك تاني، حلوه هترجع لك، وحشه هترجع لك. فيا ريت بقى كل واحد يتقي الله في نفسه، عشان الناس تتقي في اللي حواليه. عشان انت مش عايش في الدنيا لوحدك، انت بس عندك امك، عندك اختك، عندك بنتك، عندك مراتك، عندك ولاد اخوك، ولاد اختك. هيترد لك، هيترد لك اجلا او عاجلا يعني. هو ده هيترد له بعد 10 سنين، ممكن بعد يوم، بعد ساعه، بعد ثانيه، بعد 100 سنه، الله اعلم. فكل واحد يتقي الله في نفسه عشان ربنا ايه، يتقي الله في اللي حواليه. وربنا يسترها علينا وعلى الجميع، وربنا كريم يا رب ويسترها علينا يا رب. وسلام عليكم، فيديو جديد، وبالله عليكم بقى لايكات وكومنتات بقى. يلا سلام عليكم، فيديو جديد.